بدأت نكبة فلسطين عام 1948 بعد قيام العصابات الصهيونية المسلحة المدعومة من قوى التآمر والتواطؤ البريطاني والقوى الإمبريالية العالمية في ذلك الوقت بطرد الفلسطينيين من ديارهم، فقامت بارتكاب أكثر من 34 مجزرة وتدمير أكثر من 530 قرية ومدينة فلسطينية، أدت بالنهاية إلى تهجير ما يقارب 900 ألف فلسطيني إلى خارج ديارهم ليصبحوا لاجئين في عدة مناطق. طبعا خريطة اللجوء الفلسطيني هي متنوعة. ذهب اللاجئون الفلسطينيون من فلسطين، جزء منهم ذهب إلى سوريا، وجزء منهم ذهب إلى الأردن، وجزء منهم ذهب إلى لبنان، وجزء آخر نزح إلى قطاع غزة والضفة الغربية ليصبحوا لاجئين داخل أراضيهم داخل فلسطين. بالإضافة إلى أن هناك يعني عشرات الآلاف الذين أصبحوا لاجئين في قرى مجاورة لقراهم، وهم ما يعرفون بأبناء القرى المهجرة. هناك قرى مدمرة في فلسطين وهناك قرى مهجرة. القرى المهجرة أصحابها موجودون على أبعد أمتار منها، ولكن لا يستطيعون العودة إليها، وذلك بسبب الاحتلال الذي يمنع عودتهم إلى ديارهم. اليوم بعد مضي 71 عام على نكبة فلسطين يوجد حوالي 7 مليون لاجئ فلسطيني خارج فلسطين المحتلة، يعيشون في مناطق لجوء متعددة، يعانون من صعوبات اللجوء والتشرد. كل هؤلاء اللاجئون مصرون اليوم أكثر من أي يوم مضى على حقهم في العودة إلى ديارهم وعلى حقهم في بلادهم وفي فلسطين، من بحرها إلى نهرها، من شمالها إلى جنوبها، فهي فلسطين التي بارك الله فيها والتي هي آية من كتاب الله ولا يتخلون عنها، فهي أرض الإسراء والمعراج. اللاجئون الفلسطينيون في هذا الذكرى اليوم في 15 أيار الذي هو يوم نكبتهم هم أكثر إصرارا وأكثر تمسكا بالعودة إلى فلسطين. فيما يتعلق في اللاجئين الفلسطينيين في المناطق يعني في دول الشتات الفلسطيني أو في دول اللجوء الفلسطيني، هناك يعني في بعض الدول يعيش اللاجئ الفلسطيني تضييق شديد يعني بسبب حرمانه من حقوقه الاجتماعية والاقتصادية. فهناك بعض الدول التي لا تسمح للاجئ الفلسطيني بالعمل فيها، وبالتالي هو يعيش حالة من الفقر وحالة من قلة ذات اليد. أيضا هناك اللاجئون لا يستطيعون التنقل من مكان إلى آخر، فاللاجئ الفلسطيني لا يستطيع السفر من مكان إلى مكان، هو يحتاج إلى تأشيرة، وغالبا لا يعطى تأشيرة بسبب أنه من حملة الوثائق. فحملة الوثائق الفلسطينية يعني يعانون جدا في موضوع التنقل الذي هو حق من حقوق الإنسان. كما أن يعني اللاجئون الفلسطينيون اليوم في داخل فلسطين في قطاع غزة يوجد 1,300,000 لاجئ، حوالي يعني 68% من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين. هم اختاروا أن يعودوا إلى ديارهم، وما هي يعني وما مسيرات العودة التي يقومون بها منذ أكثر من عام، إلا هي خير دليل على تمسك اللاجئ الفلسطيني بأرضه. هذا السلك الشائك الذي وضعه الكيان الصهيوني حائلا بينهم وبين أراضيهم، هم يحاولون في كل أسبوع في كل يوم جمعة من كل أسبوع أن يتجاوزوا هذا الشبك ليدخلوا إلى أراضيهم التي هي يعني على مرمى أعينهم مد ناظريهم، والتي يحتلها الكيان الصهيوني ويمنع من عودتهم إليها. اللاجئ الفلسطيني يعيش في حالة ظلم وقهر، إلا أننا يعني هذا الظلم وهذا القهر لم يؤثر على معنوياته في التمسك بحقه وأرضه، وأن الفلسطيني اليوم أكثر إصرارا كما أسلفت يعني بالعودة إلى دياره وإلى التمسك في فلسطين. هو يعود إلى دياره التي طرد منها عام 1948، ولا يرضى بديلا عن أن يعود إلى أي مكان آخر، ولا يرضى بالحلول التي تطرح اليوم فيما يعرف بصفقة القرن والوطن البديل أو التوطين في مكان آخر. هو فلسطيني يجب عليه أن يعود إلى فلسطين. تطبق القرارات الدولية، والقرارات الدولية التي يعني نصت على وجوب عودة اللاجئ الفلسطيني إلى دياره هي بالأصل قرارات كاشفة لحقوق الإنسان التي أعطت اللاجئ الفلسطيني أو الإنسان الحق في الخروج والعودة إلى بلده في الزمن والوقت الذي يختار ويريد.